ممكن طول عمرك بتقول لنفسك إنك بتقبل بأقل من اللي تستحقه لأنك ضعيف أو كسلان أو بسبب الظروف. خليني أقول لك حاجة هتغير طريقة تفكيرك، مش لأنك ضعيف ولا كسلان ولا بسبب الظروف. أنت بتقبل بالأقل لأن دماغك شايف إن الحياة الأحسن دي خطر، وده مش كلام تحفيزي، ده ميكانيزم حقيقي في دماغك هنفهمه النهاردة. وده مش بس في الشغل، ده في كل حاجة بتقبل فيها بأقل من اللي تستحق. تخيل معايا واحد هنسميه كريم. كريم ساكن في الشيخ زايد، عنده شغل تمام مش وحش، بس جواه عارف كويس انه يستاهل اكتر بكتير. يجي يوم وتجيله فرصة، شركة في التجمع، مرتب احسن، مكان بيحترم اللي بيعمله، ومدير بيقول له انت اللي ناقصنا. تعرف كريم عمل ايه؟ هو ما قالش لا على طول. كريم لا اسباب، وكل سبب فيهم حقيقي. التجمع من زايد ده انا هموت في الطريق كل يوم. ياه الدائري دايما زحمة، وبالذات في الراش اور، وبيتقفل. هوصل الساعة كام أصلا؟ ده غير بنزين العربية، ساعتين رايح وساعتين جاي. الفرق في المرتب هيتاكل في الطريق. بص أنا مش هقول لك إن كلام كريم غلط، الدايري فعلا بيتقفل، والطريق من زايد للتجمع فعلا متعب ومعرض للحوادث لا قدر الله. كل كلمة قالها صح، وهنا بالظبط الفخ. كريم مش بيكذب، كريم بياخد حقيقة ويستخدمها علشان يغطي بيها خوفه. وفي فرق ضخم بين العقبة الحقيقية والسبب الحقيقي. العقبة إن الطريق متعب، والسبب الحقيقي إن دماغه قرر إن المعروف أأمن والجديد خطر. كريم دماغه بتشتغل صح، المشكلة إن الصح في نظر الدماغ هو إنك تفضل في مكانك. في دراسة كلاسيكية اتعملت سنة 1988 من الباحثين، واحد اسمه سام ويلسون والتاني اسمه زاك هاوزر، لقوا إن الناس بتفضل الوضع اللي هي فيه دلوقتي حتى لما يكون قدامها اختيار أحسن بشكل واضح. ودي سموها الستيتس كو بايس، يعني انحياز للوضع القائم. دماغك متبرمج يحافظ على اللي يعرفه حتى لو اللي يعرفه ده بيخنقه. طيب ليه؟ ليه العقل يعمل كده؟ لأن عقلك مش وظيفته إنه يسعدك، وظيفته الأساسية إنه يخليك عايش، والعايش في منطق الدماغ هو اللي معروف. أي حاجة جديدة حتى لو أحسن، العقل بيقراها على إنها مجهول، والمجهول يعني خطر محتمل. وهنا بيدخل اللي اسمه loss aversion أو النفور من الخسارة. أنت بتخاف تخسر القليل اللي معاك أكتر بكتير ما بتشتهي الكتير اللي ممكن توصل، فبتفضل حالة الجمود وتقف في النص وتسمي ده واقعية. بس خليني أكون صريح معاك، ده مش واقعية، ده العقل بيحميك من حياة أنت أصلا ممكن تكون عايزها. طيب فين الهوية في الموضوع ده؟ أنت مش بتقبل بالأقل بقرار واعي، انت بتقبل بيه لان جواك صورة عن نفسك، سيلف ايمج بتقول لك ده مكانك. لو جواك مقتنع انك شخص عادي، اي حاجة اكبر من العادي دماغك هيقراها على انها مش انت، ويرجعك تاني للنقطة اللي بيحسها بيتك. وده اللي بيقوله جيمس كلير في كتاب Atomic Habits. كل فعل بتعمله هو صوت بتديه لنوع الشخص اللي عايز تبقى عليه. بالإنجليزي حرفيا بيقول every action is a vote for the type of person you wish to become. يعني مش انت بتقبل بالأقل مرة واحدة، انت بتصوت للأقل كل يوم في كل اختيار صغير من غير ما تحس. والحاجة الجميلة ان ده مش كلام علم نفسه بس، ده مبدأ قرآني من زمان. ربنا بيقول في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لاحظ معايا الترتيب، التغيير من جوه الأول وبعدين بره، مش العكس. الواقع ما بيتحركش لحد ما الصورة اللي جواك تتحرك. طيب هعمل إيه عمليا؟ مش هقول لك حب نفسك وخلاص، هقول لك حاجة محددة. أول حاجة، لما تحس بخوف من خطوة أحسن ما تقولش أنا خايف يبقى مش هاخد القرار. قول ده دماغي بيقرا الجديد على انه خطر، وده طبيعي. مجرد ما تسمي الاحساس صح انت بتكسر سيطرته عليك. تاني حاجه،
ابدأ تصوت للهوية الجديدة بأفعال صغيرة، مش قرار ضخم، تصويت لحاجة صغيرة. لو عايز تبقى شخص يستحق الأكثر، خد قرار واحد النهاردة كان شخصك القديم هيهرب منه، صغير بس حقيقي، اعتبره مجرد فوت. تالت حاجة، راجع السقف بتاعك، اسأل نفسك القليل اللي أنا قابل بيه ده معيار مين أصلا؟ ده أنا اخترته ولا اختيار حد تاني ممكن أكون اتبرمجت عليه من صغري؟ افتكر أنت مش بتقبل بالأقل علشان أنت أقل، أنت بتقبل بيه لأن دماغك لسه ما اطمنتش إن الأكتر أمان. وظيفتك مش إنك تتحفز، وظيفتك إنك تعيد تشكيل الصورة اللي جواك علشان الأحسن يبقى هو المألوف مش الخطر. دلوقتي عايز منك حاجة واحدة في الكومنتات، اكتب لي قرار واحد صغير، تصويت واحد هتديه النهاردة للنسخة الأكبر منك، مش بكرة، النهاردة. اكتبه، لأن اللي بتكتبه قدام الناس بيتحول من فكرة لالتزام.